بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نكمل مشوارنا مع شرح حديث تميم الداري، طبعا برؤية الدكتور عمران حسين، لأن طبعا أنا سمعت وشفت، طبعا أنا من صغري بشوف الكلام ده، شفت تفسيرات كثيرة جدا ما حدش قدر يصل إلى حاجة. وبعدين في ناس أنكروه لما لقوا إن العملية ما هي مش ماشية مع دماغهم وما لهاش تأويل عندهم، فأنكروه. فهو طبعا المسيح الدجال كان موجود لما نزل على الجزيرة اللي نزل عليها وشافه، وقال أنا هخرج وهقعد في الأرض 40 يوم كسنة. طبعا 40 يوم بس، الرسول بقى قال إيه؟ يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كباقي أيامكم. فلما سألوه طب إزاي هنحسبها؟ قال لهم قدروا الله قدرها، يعني معناها دي لها إيه؟ حسابات، مش مقصود بها، ما فيش يوم بسنة، إنما هي مدة. اليوم بسنة مدة طويلة. وفي القرآن المولى عز وجل بيقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فهي مدة طويلة. يعني إيه؟ يعني معناها مدة. اليوم الأولاني ده هيبقى مدة طويلة، هيكون موجود فيه من خلال الظل، بيحكم من الظل في بلد قوي، هتعمل له كل مخططاته. وبعدين هينتقل المدة الثانية اليوم بشهر، مدة أقصر. طب واليوم الثالث مدة أقصر. وبعد كده بقية الأيام يعني بقية الأيام 40 هيظهر كشخص كجسد. إنما هو دلوقتي بيحكم من الظل، وهو استشاف من كلمة الظل ديت إلى آية المرسلات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. كأنها 3 مراحل من الظل. المرحلة الأولى مدة طويلة يوم كسنة. طب مين هنقول الجزيرة اللي هيخرج منها مين؟ اللي هي انجلترا. هي فعلا خرجت، انجلترا خرجت في تأسست سنة 927. لو احنا حسبناها من 927 ميلادية إلى انتهاء الحرب العالمية الثانية، هتلاقي حوالي 1000 سنة وشوية. 1000 سنة وشوية صغيرين، يعني كأن ده هو اليوم اللي بسنة. لأن طب ليه لحد الحرب العالمية الثانية؟ لأن الحرب العالمية الثانية انتهت، أمريكا هي اللي خدت إيه؟ تسلمت القيادة وإيه؟ وخلاص، وجنبت انجلترا من السيطرة على الايه؟ على الكرة الأرضية أو على البلاد. بعد كده أمريكا بدأت تشتغل إلى أن هي شغالة لحد دلوقتي، وبتسلم لمين اللي بعدها المدة اللي أقصر. هي أمريكا لو أنت حسبتها هتبص تلاقيها يعني برضو هي حديثة. هتلاقي مدة إنشاء لحد ما مسكت ما فيش 250 300 سنة، ما فيش حاجة بسيطة. فهو ده يعتبر المدة الأقصر، اللي هي اليوم بشهر. اليوم بأسبوع هيكون من إسرائيل، من القدس، وده اللي بيحصل دلوقتي، ويسلموهم الزمام دلوقتي وهم متحكمين في العالم دلوقتي. بس هتبقى مدة أقل. يوم ما تخلص المدة بالأسبوع ويحصل بقى إيه الملاحم والملحمة والكلام ده، هيظهر المسيح الدجال بجسمه، لأن بعدها هيجي بقى المهدي وهيجي المسيح، وهي المسيح اللي هيقتله، بس هيبقى ظاهر في إيه؟ في الأيام الباقية. فلا تفسير يوم بسنة ويوم بأسبوع ويوم بشهر. وكلمة ظل ذي 3 شعب يعني معناها 3 مراحل. المرحلة الأولى هو بيحكم من الظل في إنجلترا، ثم المرحلة الثانية بيحكم من الظل في أمريكا، ثم المرحلة الثالثة بيحكم من الظل في القدس في إسرائيل. وبعد كده يظهر، هيبقى جسد، مفيش مراحل بعد كده. والمسيح هيجي بقى مرحلة ازاي هيقتله لما يكون موجود مع المهدي، دي نتكلم عليها بعدين. بس هذه هي الرموز التي قال شرحها الدكتور عمران حسين. أرجو أنها تفيد في فهم الوضع، وبارك الله فيكم ونستودعكم الله.